فضيحة بجلاجل في الكيان المشؤوم. الفضيحة لهذه المرة طالت وزيرة في حكومة الاحتلال. هذه الوزيرة وزوجها قاموا بالاعتداء الجنسي، ليس على شخص غريب وليس على شخص فلسطيني، وإنما على ابنتهم. هذه البنت الشابة في كيان الاحتلال قامت برفع قضية ضد والديها الوزيرة وزوجها بتهمة الاعتداء الجنسي عليها. الإعلام في الكيان طبعا ولا حس ولا نفس ولا كلمة، منع النشر في القضية على الإطلاق. طبعا هذه الحادثة تعطينا صورة بسيطة عن كم هذا الكيان قذر ومتفكك ومترهل وعديم الأخلاق. هذا الكيان الذي يمارس أبشع أشكال لديه مجتمع متفكك عديم الأخلاق مترهل. نحن نتذكر أن هذه التهم القذرة قد وجهت لشباب هناك أطهار، هؤلاء الشباب الأطهار وجهت لهم تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي وما إلى ذلك، ليتبين أن بعض اللواتي وجهن هذه الأكاذيب قد تعرضن بالفعل للاغتصاب لكن من قبل الكيان. تخيل هذه الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والاعتداء من والديها، ليس من جيرانها وليس من طرف معادي وإنما من والديها. لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضحهم وعلى ألسنتهم ومن عقر دارهم، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.